بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهارده مهم جدا يا احباب. ان شاء الله الرحمن تابع الفيديو ده النهارده عشان خاطر فيه مشكله بتحرق الريسيفر على طول وما تفكرش فيها. بتطير الاي سي بتاع الاشاره وتجيب لمبه حمراء. اللمبه الحمراء تروح ترجع للفيديو اللي فات تقول لي حطيت الادابتور وحطيت الشاحن ما اشتغلش. طب ايه المشكله؟ المشكله انك انت حرقت الريسيفر وبايدك. ركز معايا عشان تتفادى المشكله دي ان شاء الله الرحمن وما تقعش فيها تاني. تابع معايا ان شاء الله الرحمن وانا هوريك دلوقتي الفيديو ايه اللي هيحصل فيه. كده الرياض اللي جاي ده السلك ده جاي لي من تحت لحد هنا كده واتقطع، فانا عايز اوصل السلك. هعمل ايه دلوقتي؟ اطلع فوق اقطع اقطع السلك واقول ان انا هوصل. تمام؟ ركزوا معايا بالله عليكم. هوصل السلك، ربطته دلوقتي. انا كده تمام لحد دلوقتي، انا هنا كده كويس. المشكله بقى تكون شعره من دي لازقه مع السلك او انا لفيت غلط ورحت حاطط الكل على بعضيه ورحت حاطط الشيكرتون بتاعي. انا كده قفلت على الدايره وقفلت على الرسيفر وقفلت على الكل. عملت كهرباء مع ارضي، رجع الرسيفر بتاعي قديم راح محروق. لو جديد ممكن يستحمل شويه، لكن لو قديم وحطيت الرسيفر فيه بقفل السلك على طول اروح حاطط الرسيفر. الصح ايه بقى عشان اتفادى المشكله دي وما اقعش فيها، لان كتير يقع فيها واروح الاقي المشكله في السلوك زي كده. لما تيجي حط كل حاجه عن بعضها اهو، لفيت السلوك بتاعتي 100 تمام. اول حين كده من سلامك زي الفل اروح حاطط شيكرتون لدي في الاول اهي على بعضها واروح قافل. انا كده قفلت ما عنديش مشكله دلوقتي تمام. خلاص الكهرباء وصلت الارضي، اجي زي ما انا كده واروح حاطط طيب الشيكرتون التاني واوصله لبعضين. اهم حاجه ان انا بوصله لبعض، ان الارض ارضي والكهرباء كهرباء مصر. انا كده خلاص لفيت الشيكرتون بتاعي ولفيت كهربتي ولفيت كل حاجه. هلف الشيكرتون على المنطقه كلها اظبطها. انا بس بعمل شرح بس مش اكتر. كده خلصت تمام زي كده زي الفل، اشتغل معايا زي الفل. انزل تحت عند الريسيفر الاقي ان السلك بتاعي برضه نفس الحوار. انا بنحط فيه، في ناس بتقول لي الف كولكتور، تقول لي صاموله، في ناس تقول لي بنه، في ناس بتقول لي قول زي ما تقول براحتك مفيش مشكله، قول زي ما انت عايز تقول. هي حته كولكتور صاموله دش مش مشكله. اجي هنا الاقي السلك عامله زي كده بالظبط والله، وحاطينه نفس كده وحاطين اهو نفس الحوار بالظبط، وعاكين كل بعضيه ويقول لي اصل الريسيفر مش شغال واقف على محمد. ده اكبر غلط والمصيبه الكبرى اللي هتحرق الريسيفر ان ده برضه على بعضيه. لا انا هاجي اعمل كده اهو، شايفين كل حاجه لوحدها. وهاجي هنا الف كولكتور او الصاموله، ارجع اهو الارض ارض والكهرباء كهرباء بعيد عن كل حاجه لوحدها. وهاجي هنا وعلى الوش اروح قاطع زي كده، اخليها يدوان على الوش. دي واحده كده. فهمنا احنا هنعمل ايه؟ انت نص هتعمل ايه؟ اهو ادي زي الفل زي المية مية تمام، مفيش اي مشكله عندي اهو. عشان تبقى واضح بس الكل الفليكتور بالايد الشعر بعيد عن النحاس. ارجع اروح مركب اهو تبقى يا دوبا على الوش. واجيب الشيكوتين بتاعي واروح لافف اهو زي الفل. اركب عملت نفسي وحملت الريسيفر بتاعي، اشتغلت صح 100 مفيش اي مشكله. غير كده ما تقوليش انا حطيت الادابتور وما اشتغلش جايب لمبه حمراء انت كده حرقت الريسيفر بتاعك نفسك. ركز بالله عليك في الفيديو، ركز كويس وتلاقيه. صلى على النبي. هيطلع